السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن طريقة تخزين البامية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. اول حاجة قبل ما نبدأ في تقميع البامية لازم نغسلها كويس جدا بالمية. الكمية كل الكمية اللي عندنا لازم نغسلها كويس جدا قبل ما نبدأ ان احنا نقمع فيها، وبعد كده بنطلعهم في مصفى يصفوا او على فوطة مطبخ. ايا كان اللي عندكم لازم تسيبوه ان هي تصفى جدا من المية بتاعتها، وبعد كده بنبدأ نقمعها. لازم نمسك البامية نقمعها بزاوية، ما ينفعش ناكلها يعني نعمل بالسكينة كده مرة واحدة، لا لازم ناخدها كده بزاوية ونقطع اخر حتة من تحت، حاجة كده بسيطة. انا دلوقتي في الحتة اللي فاتت بوريكم الفرق ما بين اللي هي اتقمعت واللي ما اتقمعتش. دلوقتي كده احنا حاطين مية بتغلي على النار، هنسقط فيها البامية بتاعتنا ونقلبها كده. هي هتقعد مدة 5 دقايق بالظبط، وهنطلعها نحطها في المية المتلج. لازم تكون مية متلجة جنبينا علشان اول ما نطلع البامية من المية السخنة نحطها على طول في المية المتلج. دلوقتي كده احنا معانا 5 معالق كده كبار من عصير الليمون، حسب الكمية اللي عندك. لو انتي جايبة كمية كبيرة جدا لازم تكتري الليمون. لو كمية قليلة كده 2 كيلو او 3 كيلو زي اللي عندي، حطينا يعني 5 معالق كبار من عصير الليمون. ونقلب كده كويس جدا البامية. دلوقتي انا كده بوريكم المية المتلجة، شايفين فيها قطع تلج؟ لازم يكون فيها قطع تلج كده علشان اول ما نطلع البامية نحطها على طول فيها. كده هننزل على طول المية السخنة على طول على المية المتلجة بسرعة. ما ينفعش نسيبها نطلعها من المية السخنة ونسيبها جنبينا، لا لازم تكون الحلة دي جنب دي عشان نطلع من المية السخنة على طول نحطهم في المية المتلجة. برضو نسيبها 5 دقايق، وبعد كده بنروح مطلعينها سايبينها على فوطة مطبخ او في مصفى تصفي كل المية بتاعتها. وبعد كده بنبدأ ان احنا نحطها في الاكياس بتاع التلاجة بتاعتنا، وبنبدأ بقى ان احنا نحطها في الفريزر. انا كده خلاص سبتها في المية المتلجة، دلوقتي بطلعها في مصفى ان هي تصفي كل المية بتاعتها وتنشف خالص، وابدأ ان انا اعبيها في اكياس التلاجة. دي بقية الكمية بعملها برضو بنفس الطريقة، نفس الطريقة الاولانية. هنطلعها واحطها في مية متلجة. لازم وضروري جدا تكون فيها قطع تلج. هطلع بقى كل الكمية بتاعتي كده في المصفى واسيبها تتصفى، وبعد كده ببدأ اعبيها في اكياس التلاجة بتاعتي. هنعبي بقى كل الكمية كده بتاعتنا في اكياس التلاجة. بنبدأ دلوقتي بعد ما عبيناها وخلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا، ببدأ كده ان انا اطلع افرغ كل الهواء اللي في الكيس، وابدأ اتني الكيس. لازم التانية دي تكون من تحت وانا حطاها كده في الفريزر، تمام، علشان ما تخشش اي هواء من الكيس. يعني بسوي كده البامية وافردها واروح تانية الكيس بعد ما طلعت كل الهواء اللي فيه. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.